السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة زي ما متعودين نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. دخل عشان سخنة شوية. احنا عملنا مع بعض قبل كده الشيش طاووق، صح كده؟ احنا النهارده هنعمل شيش بس مش فراخ، طريقة كفتة كده حلوة جميلة، هتعجبكم قوي ان شاء الله، تبقى سهله والطريقه تبقى جميله جدا. قبل اي حاجه عايزه اشكر الناس اللي بتخش تعمل لي متابعه، وعايزه اشكر الناس اللي بتخش تعمل لي كومنت حلو، وعايزه يعني اشكر اي حد بيشجعني ودعمكم ده اللي يخليني ان انا اكمل. ان شاء الله نكمل مع بعض باذن الله، ونعمل مع بعض اكل حلو وخفيف واقتصادي مش هيكلفنا كتير. ان شاء الله تبقى الوصفه دي حلوه وتعجبكم وتبقى سهله ان شاء الله، هتبقى خفيفه وحلوه وخليكم تاكلوا اكله حلوه قوي النهارده. زي ما احنا كده نبتدي مع بعض. طيب هنا زي ما احنا متعودين كده انا مع عصيان الشيش طاووق شويه، تمام؟ وهنعمل ايه بقى مع بعض؟ قطع الاول البطاطس. بسم الله. انا عايزه بطاطس مكعبات، متستغربوش الاكله دي بتبقى حلوه قوي وتعجبكم قوي. تمام كده، يبقى احنا معانا الفيديو بقى. معلش وانا بصور بقى زي ما قلت لكم كده جاني تليفون فوقفت التقطيع الثانيه يعني. المهم معايا طماطم ومعايا بطاطس ومعايا لحمه مفرومه، معايا فلفل الوان او فلفل رومي المتاح عندك حطيه، معايا بطاطس وزي ما قلت لكم معايا بصل. تمام. بصوا يا جماعه، يعني بصراحه يعني انا متوتره بس شويه معلش، وكان المفروض ما اطلعش اصور بصراحه النهارده. انا عايزه طلب منكم، طلب شخصي. انا بس والدتي تعبانه فالنهارده بس كده يعني عايزاكم تدعوا لها، لان انا متضايقه فكان المفروض والله ما اطلعش اصور، بس انا كنت مجهزه حاجه الفيديو من قبل ما اعرف ان هي تعبانه. طبعا انا الحمد لله اطمنت عليها، اخويا راح لها وطمنوني يعني الحمد لله. تمام. عايزاكم بس كده تدعوا لها دعوه حلوه، كومنت حلو كده عشان خاطر ماما، وان شاء الله لما اروح عندها هصور معاها وهخليها تسلم عليكم وتشكركم ان انتوا دعتوا لها. يعني عايزه دعوه حلوه كده لوالدتي لان هي تعبانه، وربنا يشفي عنها يا رب ويشفي كل مريض يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اقول لكم بقى ايه، نتكلم مع بعض شويه واقول لكم بقى على حاجه ايه مهمه. انا اعوذ بالله من كلمه انا يعني، فكره التصوير دي كانت فكره كده ايه اللي هو في مره كده بقول لولادي ايه، انا عايزه اصور الاكل ومش للتصوير للفيديو يعني، مش شغل يعني، مش يوتيوب وكده، اصوره عشان لو انا مثلا مش موجوده او اي حاجه يبقى ايه، يبقى مش مركزه. معلش انا قلت لكم في اول فيديو ان انا مش مركزه، معلش وسامحوني. ان شاء الله اطلع كده معاكم مركزه بعد كده. المهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت بقى ايه، قلت اصور
وعشان ولادي وكده. فابني محمد ربنا يرجعه ان شاء الله بالسلامه باذن الله، عشان هو في الجيش. كان بيقول لي يا ماما ليه ما تعمليش على اليوتيوب قناه وكده وتصوريها وتنزليها وكده. فالموضوع بصراحه ما كانش في دماغي يعني. بعد كده ايه واحده واحده كده. انا كنت على فكره كان في قناه تانية قبل دي من حوالي 3 سنين وما استمرتش عليها، تعرفوش بقى كسل مني مش عارفه ايه بالظبط. تمام. بس بعد كده ايه قررت ان انا اطلع ايه معاكم، عشان في ناس كتير جدا 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 شجعتني وقالوا لي ليه ما بتصوريش، عجبتهم الفكره يعني. طب نخش بس على الاكل الاول قبل ما ابطل رغي كده. انا معايا هنا فلفل، ومعايا كزبره ناشفه، ومعايا فلفل اسمر، ومعايا 7 بهارات اللي هي او بهارات اللحمه، ومعانا بابريكا. تمام. نحط بس ايه شويه كده. انا بس مش عايزه انزل الملح كله. تمام. وهنقلب الخضار بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين. تمام. ركزوا بس في اللي انا بقوله لكم ده، عشان الطعم هيطلع حكايه بصراحه يعني. فكرة انا جربتها ولقيتها حلوه، عشان كده قلت اجربها تاني معاكم. تمام. طيب ركننا دي كده على جنب. نيجي بقى ايه اللحمه المفرومه دي خلاص احنا مش عايزين دي خلاص كده. تمام. نيجي بقى ايه اللحمه المفرومه بتاعتنا. معايا هنا ايه بصلايه كده، هروح افرمها واجيلكم. البصلايه دي كده مع بعض. زي ما اعمل لها غلق صح؟ عسل ايه بس. تمام كده. هنا نفس التوابل اللي احنا حطيناها من شويه، بس انا حاطه سنه قرفه مش عارفه باينه ولا لا. تمام. هننزل بقى ده كله كده. تمام. نحطهم مع بعض. انا مش عارفه انا قلت لكم قبل كده ولا ايه ان انا اصلا بشتغل بايدي يا ولاد، والله مش بالجلافز، بس انا عشان التصوير مش بتعلق على الموضوع ده. لازم تبقى ماسكه نفسها كده يعني. البصل لو نزل معاكي ميه وانتي بتفرميه صفي الميه منه. انا الحمد لله ما نزلش ميه معايا، فالدنيا تمام معايا. تمام. هنا كويس قوي كده. العصيان الشيش زي ما قلت لكم قبل كده احنا بنبلها ليه. تمام. احنا بنبلها برضو الناس اللي ما كانتش متابعيني في الاول، معاها شويه ميه كده عشان اولا تبقى نضيفه، ثانيا عشان ما تتحرقش معانا في في الشوي كده. تمام. نجيب بقى كده وهنبتدي بقى ايه نكور مع بعض. هتعجبكم على فكره، هتعجب الولاد قوي ما شاء الله. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. نجيب بقى بطاطسايه نجيبها بقى ننزل كده زي ما قلت لكم قبل كده. بحب اتبل انا شلت اللحمه في الاول علشان البطاطسايه تمسك اللحمه كده زي ما انتوا شايفين. تمام. نجيب بقى ايه بصلايه كده. ايه رايكم؟
خضار صح؟ تمام. خلاص عرفتوا كده الخطوات بتاعتها. طماطم، فلفل، لحمه مفرومه. تمام. كده يا جماعه، والله ما بعرفش اشتغل بالجلافز انا، علشان انا متعوده اشتغل بايدي. تمام. نعمل عليها ايه؟ بصلايه كده. تمام كده. طيب انا هخلص كله بالشكل كده وارجع لكم تاني اقول لكم هنعمل ايه بعد كده. تمام كده. بصوا انا عملت كده، شيشت كله زي ما انتم شايفين. بقيت الخضار اللي متقطع حطيته كده زي ما انتم شايفين. تمام. نجيب بقى معلقه سمنه حلوه كده، زبده، سمنه، زي ما انتم عايزين. تمام. حطوا لايك. زيزو بيقول لكم يا جماعه حطوا لايك. تمام. لازم التكه دي. نجيب بقى هنا ايه؟ بسم الله. استنى، هي جت لنا غلط كده. بس الكفته متماسكه ازاي وجميله. تمام. اعملوها والله هتعجبكم جدا. الخضار اللي تحت ده حلو قوي قوي. عايزه اقول لكم احنا بنحب الخضار اكتر من اللحمه نفسها. عامله ازاي؟ هتقول لهم حطوا لايك؟ قصدي ماما. قول تاني. حط لايك. طب اعمل لهم لايك كده. حط لايك. ماشي. ايه رايكم بقى في العزومه دي؟ نطلع مع بعض كده وناكل احلى كفته ممكن تاكليها في حياتك. عايزه اقول لكم انا كنت جامده. خليكم معايا ثانيه واحده. بصوا، عايزه اقول لكم الطعم تحفه تحفه تحفه. ايه رايكم؟ حلو. متماسكه على فكره. فاكرين انتوا تضحكوا عليا وتفكروها وقعت؟ ابدا. عايزه اقول لكم الصوص اللي تحت كمان طعمه تحفه تحفه تحفه. حاجه كده قمر. بقى كده ونقدم احلى كفته ممكن تاكليها. بصوا، عايزه تعمليها مكرونه تمام، عايزه تاكلوها بعيش تمام. بس ثانيه واحده. بصوا، شايفين القمر؟ ثانيه واحده. بصوا، ناخد ده كمان معانا. بصوا كفته، بصوا جميله ازاي، حلوه قوي. عايزين تاكلوها بعيش ماشي، عايزين تعملوا جنبها مكرونه. انا عملت جنبها مكرونه عشان في من الولاد اللي عايز مكرونه وفي اللي عايز عيش، وتقدمي جنبها سلطه جميله كده. والف هنا وشفا. استنوني ان شاء الله بفيديو جديد باذن الله بحاجه جديده، واشوفكم على خير. وما تنسوش تدعوا ماما وتدعموني بلايك وبشير وسبسكرايب، واشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.